اهلا بيكم في قناة ناصر تي في. النهاردة هنتكلم عن فيلم احنا بتوع الاتوبيس، فيلم مشهور جدا انتج سنة 1979 عن قصة للكاتب الصحفي جلال الدين الحمامصي. عمل له المعالجة السينمائية فاروق صبري، واخرجه المخرج الكبير حسين كمال، وطبعا من بطولة نجوم كبار عادل امام، عبد المنعم مدبولي، مشيرة اسماعيل. الفيلم ده ناس كتير جدا واخداه كأنه توثيق لعصر جمال عبد الناصر، مع ان طبعا السينما مش هي اللي بتدينا التاريخ، وإلا الأفلام الوثائقية نفسها اللي متاخدة عن موضوعات تاريخية أو وثائق ممكن هذه الأفلام ما تقدم لناش التاريخ كما هو، لأن أي واحد بياخد الوثيقة من وجهة نظره أو بيعرض وثيقة معينة ويخفي أخرى، فما بالك بفيلم سينمائي معمول في عهد الرئيس السادات عن جمال عبد الناصر. جلال الدين الحمامصي مؤلف قصة هذا الفيلم وكاتب صحفي كبير، كان ينتمي لحزب الوفد، خرج من حزب الوفد مع خروج مكرم عبيد من الحزب بعد خلافه مع زعيم الحزب مصطفى النحاس، وانضم لحزب الكتلة الذي أسسه مكرم عبيد، وأصبح الحمامصي معادي لحزب الوفد. جلال الدين الحمامصي هو كاتب الكتاب الأسود الذي تم تكليفه بكتابته من قبل القصر الملكي في عهد الملك فاروق. الكتاب ده جاب فضايح حزب الوفد المالية والسياسية في الفترة التي تولى فيها مصطفى النحاس زعامة الحزب. بسبب هذا الكتاب وبسبب موقفه من مصطفى النحاس تم اعتقال جلال الدين الحمامصي في معتقل الزيتون في عام 1943، وفضل فيه لحد منتصف عام 1944. وهناك قابل الرئيس أنور السادات، كان ساعتها طبعا ضابط في الجيش مطرود من الجيش بعد انكشاف قضية تجسسه لصالح الألمان، وبقوا أصدقاء. جلال الدين الحمامصي كانت علاقته طيبة جدا بالرئيس جمال عبد الناصر، بل هو واحد من مؤسسي وكالة أنباء الشرق الأوسط في عام 1956، وكان في اتصال مباشر بينه وبين عبد الناصر. بلغ من ولاء جلال الدين الحمامصي لعبد الناصر ان عبد الناصر وهو في اضعف لحظات حكمه وحياته بعد النكسة عندما تنحى عن السلطة، جلال الدين الحمامصي كتب مقال يوم 10 يونيو 1967 في جريدة الأخبار بعنوان ابقى معنا. في هذا المقال جلال الدين الحمامصي وصف جمال عبد الناصر بالبطل في كل الأوقات، وإن هو في معركة ولا يجب أن يتخلى عن شعبه، وإن إحنا وراك وإحنا معاك. طبعا هذا المقال كاشف لإيه؟ عبد الناصر هنا ونظامه في أضعف حالاته، ما الداعي إنك تمجد فيه أو تدعوه للبقاء. مرت الأيام، مات جمال عبد الناصر في 28 سبتمبر 1970، وجاء الرئيس أنور السادات إلى سدة الحكم. جلال الدين الحمامصي بعد حرب 1973 تحديدا بعد لقاء الرئيس أنور السادات بهنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي في 7 نوفمبر 1973، وهو لقاء منفرد ذكر وقائعه بالكامل كيسنجر في مذكراته. في هذا اللقاء الرئيس السادات قال لكيسنجر أنه ينوي تصفية ميراث جمال عبد الناصر وسياسات. بعد هذا اللقاء أولا السادات أخرج الأستاذ هيكل من مؤسسة الأهرام، كان رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، وجاب علي أمين من لندن الذي كان هارب من مصر منذ منتصف الستينيات بعد القبض على أخوه مصطفى أمين متلبسا بالتجسس لصالح المخابرات المركزية الأمريكية. مصطفى أمين كان في السجن، الرئيس السادات عفى عنه صحيا، لم يبرئه وعفى عنه صحيا، لأن قضية مصطفى أمين كانت القضية الأولى في متحف المخابرات العامة المصرية، وأحمد كامل مدير المخابرات العامة المصرية في عهد الرئيس السادات، أول مدير ليها في عهد الرئيس السادات، في مذكراته هو كان صديق حميم لمصطفى أمين. هو كاتب في مذكراته إن أنا لما دخلت مكتبي أول حاجة طلبتها هي قضية مصطفى أمين، عشان أعرف مصطفى أمين مظلوم وتم التجني عليه أم إنه فعلا جاسوس. وأحمد كامل في مذكراته قال أنا لقيت إن هي قضية مكتملة الأركان، ومصطفى أمين فعلا مدان إدانة تامة بالتجسس لصالح المخابرات المركزية الأمريكية.
ايه علاقة بقى جلال الدين الحمامسي بعلي امين ومصطفى امين؟ علي امين اتعين رئيس تحرير للاهرام، مصطفى امين اتعين رئيس تحرير للاخبار. وبعد هذا توجهت المدافع الثقيلة للاعلام المصري الى جمال عبد الناصر وعهده لاغتيال شخصيته وعهده وسياساته، كل حاجة عملها تقريبا. ايه علاقة جلال الدين الحمامسي بذلك؟ جلال الدين الحمامسي في بداية عام 1976 تحديدا في يناير 1976 أصدر كتاب باسم حوار وراء الأسوار. في هذا الكتاب جلال الدين الحمامسي اتهم الرئيس جمال عبد الناصر إنه سرق أموال كان الملك سعود ابن عبد العزيز، كان ساعتها الملك سعود أخوه الملك فيصل عزله من السلطة وهو اللي بيحكم السعودية. الملك سعود كان عايش في اليونان، ثم فتح قنوات اتصال مع الرئيس جمال عبد الناصر وأتى إلى مصر وإدى مصر تبرع بمبلغ 15 مليون دولار. جلال الدين الحمامسي قال لا، ده عبد الناصر خد هذه الفلوس، ونشر في هذا الكتاب صور ومراسلات وشيكات وحاجة. وكان موقف غريب جدا، لأن يعني في حاجة منطقية في الموضوع. لو جمال عبد الناصر عايز يسرق فلوس هياخد ليه شيكات من الملك سعود؟ يعني ليه ياخد حاجة عليها وثيقة؟ لو افترضنا جدلا، طبعا هذا غير حقيقي، ان جمال عبد الناصر حرامي او عايز يسرق، هياخد ليه شيكات جاية من ملك عربي جاي مصر عشان عبد الناصر يساعده لاستعادة ملكه، وفي نفس الوقت عشان الملك سعود يبقى ليه دور في مساعدة القوات المصرية التي تحارب في اليمن ضد قوات الملكيين التابعين للإمام اللي السعودية بتدعمهم. طب ما عبد الناصر عنده الخزانة المصرية بالكامل، طب ما يسحب منها من غير ما يجيب شيكات. الموضوع ده أثار ضجة كبرى جدا، وناس كتير اتكلمت عنه، وابتدى مسؤولين اقتصاديين في مصر سواء في عهد عبد الناصر او حتى المسؤولين عن البنك المركزي في عهد الرئيس السادات ينفوا ذلك، وجابوا كل الوثائق التي تثبت ان عبد الناصر ما خدش حاجة من هذه الاموال. الموضوع بتاع ان جمال عبد الناصر سرق فلوس جاية لمصر في وقت محنة زي 67 ومن فلوس الملك سعود اثار ضجة كبيرة جدا، ووصل الامر الى مجلس الشعب. الرئيس السادات الذي كان زي ما ذكرت هو المحرض على هذه الحملة لتشويه عهد جمال عبد الناصر والانقضاض على سياساته، مجلس الشعب عمل تحقيق، وهذا التحقيق أثبت براءة جمال عبد الناصر. كان مفروض ان هذا التحقيق يتذاع بقى على الشعب، يتنشر في الصحافة، يتقال في التلفزيون، يتقال في الأخبار. لا، السادات قال ان هو بيودعوا أمانة المجلس. ليه؟ عشان يفضل الاتهام معلق على رأس جمال عبد الناصر. طيب ايه اللي يعنينا بقى في موضوع فيلم احنا بتوع الاتوبيس وجلال الدين الحمامسي وكتابه حوار وراء الاسوار؟ جلال الدين الحمامسي الكاتب الصحفي اللي المفروض ان هو راجل يعني محقق مدقق، كتب ايه بقى في صفحة 124 من كتاب احنا بتوع الاتوبيس؟ من صفحة 124 لصفحة 127 ذكر القصة اللي اتعمل عنها فيلم احنا بتوع الاتوبيس، ان في 2 مواطنين كانوا راكبين اتوبيس نقل عام في الفترة القوات المسلحة مشرفة فيها على النقل العام داخل القاهرة وقت مؤامرة الإخوان المسلمين. طبعا هو مش بيقول مؤامرة الإخوان المسلمين، عند جلال الدين الحمامسي النظام هو النظام الناصري هو اللي كان عامل مؤامرة على الإخوان المسلمين في 65. وهم بيقبضوا على كوادر من الإخوان، كان السجون مكتظة بيهم. ال2 مواطنين دول من حظهم السيء يا عيني كانوا راكبين الأتوبيس، اتخانقوا مع الكمساري عشان معهمش فكة، فالكمساري خدهم على الاسم ان هم متهربين من الدفع. ايه اللي حصل في الاسم؟ ان كوادر الاخوان بقى السجون مكتظه بيها والظباط بقى يعني على اخرهم مش عارفين يدققوا في حاجه، حطوهم في زنزانه فيها اعضاء الاخوان المسلمين. واذا بالاتنين دول يتاخدوا معاهم والتحقيق يتم معاهم ان هم من الاخوان، وكل ما حد يسالهم على حاجه احنا بتوع الاتوبيس، انتوا تبع ايه؟ احنا بتوع الاتوبيس. حسب بقى جلال الدين الحمامسي لفوا بقى على المعتقلات وراحوا وجم، وهنا يودوهم معتقل الوادي الجديد، ودوهم مش عارف معتقل النطرون، هو بقى ذكر معتقلات انا برضو مش متاكد الكلام اللي هو بيقوله دي المعتقلات دي موجوده فعلا ولا من وحي خياله زي القصه. في الاخر بيقول ان اتصفت المعتقلات من الاخوان المسلمين، ففضل الاتنين دول.
فالضابط بيسالهم انتوا تبع مين؟ احنا مش لاقيين لكم حاجه، احنا صفينا كل الاخوات، احنا بتوع الاتوبيس، احنا بتوع الاتوبيس. اكتشفوا بعد بيقول سنتين ثلاثه ان الاثنين يعني الغلابه دول هم بتوع الاتوبيس. من هذه القصه اللي ذكرها جلال الدين الحمامصي ليس عليها وثائق، ليس لها شهود، الاثنين دول مجهلين محدش يعرفهم، تم صياغه فيلم احنا بتوع الاتوبيس. عمل الاثنين المواطنين دول عادل امام وعبد المنعم مدبولي. الدور اللي عمله عادل امام يهمنا جدا في الفيلم لحاجه، يعني حاجه برضو لطيفه جدا. هو طالع شاب اسمه جابر عبد ربه، خريج قسم جيولوجيا في كليه العلوم، والقوى العامله عينته في حديقه الحيوان. فهو حتى هما بيحققوا معاه معترض ازاي انا اتعين في حديقه الحيوان. طب احنا دلوقتي القوى العامله اتلغت من ايام الرئيس مبارك، محدش بقى يتعين. يعني لما هو اتعين بقى ليه دخل، واسرته في الفيلم اسره فقيره معتمده على المرتب اللي هياخده. ايه الفايده من التريقه على الموضوع ده؟ نفس الفكره بتاعه الرسائل التي يوجهها هذا الفيلم وامثاله للناس. الناس بتتعين ليه؟ القوى العامله لازمتها ايه؟ ده بيظلموا الناس، ده بيعملوا اتلغت كلها. حاجه تانية، اصلا جابر عبد ربه ابن الفلاح ده اتعلم ازاي لولا مجانيه التعليم اللي موجوده في عهد جمال عبد الناصر؟ نقطه اخرى في الفيلم، النظام، يعني النظام الناصري في الفيلم هنلاقي حاجه ظريفه جدا. النظام ده يديره ناس غامضين اشرار كلهم، كل هدفهم تعذيب الناس. يعني احنا مثلا في الفيلم كله بتدور ما هي القضيه، يعني اي نظام ايه هدفه من القبض على المواطنين دول كلهم. الحاجه الظريفه جدا برضو في الفيلم، الزنازين اللي هناك شاسعه جدا. يعني انت تلاقي مثلا الزنزانه فيها 3 كبيره ما شاء الله، ده شقه اكبر من الشقه. المواطن الاخر اللي هو عبد المنعم مدبولي ده موظف بسيط بيعلم اولاده، وراجل ماشي جنب الحيطه زي ما بيقولوا. بيشك في البدايه لما عادل امام بيعامله بكبرياء وبصلف، هو كان جاره، بيشك ان عادل امام ده مخابرات، لان طبعا حسب صناع الفيلم انت لو مش مواطن عادي اكيد هتبقى مخابرات، لان النظام حسب برضو خيالهم او الصوره اللي بيوجهوها للناس ان هذا النظام كله كان بيتجسس على بعضه، كلهم جواسيس، فانت لا اما تبقى مواطن لا تبقى جاسوس على المواطن جارك. فالفيلم يقدم لك خلطه فيها السياسه بالكوميديا بالسم في العسل، بحيث يصور لك ان جمال عبد الناصر ونظامه كل همهم في الدنيا تعذيب الناس واذلالهم وضربهم، ويتفنن الفيلم في مشاهد التعذيب واهانه المواطنين والكلاب والقرابيق، ويعني كل شيء نظام شيطاني بكل معنى الكلمه. جود طبعا اللي عملوا الفيلم عن القصه جلال الدين الحمامصي في قصته الوهميه التي ليس عليها اي شهود. ما قالش ان هم اتقتلوا، قال ان هم بعد شويه يعني هم بيصفوا المعتقلات لقوهم طب روحوا بقى. في الفيلم بقى بعد 67 طبعا، لان طبعا نظام شيطاني زي ما ظهر في الفيلم لازم تبقى نهايته هزيمه زي هزيمه 67. المواطنين دول بقى بيثوروا وانتوا خربتوا ضيعتوا مستقبلنا وضيعتوا البلد. فالجبابره اللي في المعتقل ما بيكتفوش بكده، بيبيدوا المعتقل كله بالمدافع الرشاشه، وبيموت الضابط الظالم وبيموت الاثنين المواطنين دول. قصه ليس عليها دليل، حمله موجهه كان بيرعاها الرئيس انور السادات، استخدمت الجرائد، السينما، الافلام، وفضل الفيلم ده اللي يتفرج عليه هو ده اللي كان بيحصل. طب ما هو الدليل على ذلك؟ مفيش اي دليل على كده. اشكركم واشوفكم في الحلقه الجايه باذن الله.